أنا أنسة، عندي 25 سنة، وأختي الكبيرة توفت من فترة وسابت 3 بنات وولد. وزوج أختي كلم ماما عليا عشان عايز يتجوزني. هو عنده 49 سنة، وللعلم أنا ما عنديش إخوات تانية بعد وفاة أختي، ومش عارفة أوافق ولا أرفض. أنا بشتغل شغل كويس، ولو اتجوزته هسيب الشغل علشان أتفرغ لتربية ولاد أختي. وهو كويس، وطول عشرته مع أختي كانوا زوجين متفاهمين جدا. وماما سايبالي القرار، وأنا مش عارفة أقرر لأني بحب ولاد أختي، بس مش قادرة أتخيل الموقف هيكون إيه وهقدر ولا لأ، خاصة إنه بيقول كل شيء جاهز. يعني لو وافقت هنتجوز في مدة قليلة قوي، ومش هيجيب أي عفش جديد، يعني هتجوز على الحاجات بتاعت أختي. فاعتبروني أختكم وانصحوني ايه الايجابي وايه السلبي لو وافقت. قولولي اعمل ايه؟ اتجوز جوز اختي على عفشها؟ بس انا مش عارفة، مش هقدر اتخيل نفسي متجوزة جوز اختي، وفي نفس الوقت ولاد اختي صعبانين عليا جدا. حبيبة قلبي، انا مش هقدر اقولك غير استخيري ربنا سبحانه وتعالى، لان فعلا الموقف صعب، بس في نفس الوقت انت هتكسبي ثواب كبير قوي قوي في ولاد اختك اليتامى. لان لو جه حد تاني بدل اختك غريب، يا عالم هيعمل فيهم ايه؟ هيتقي الله فيهم ويراعي ربنا فيهم، ولا هيعاملهم بقسوة ومش هيفكر فيهم؟ هيحنن قلب ابوهم عليهم، ولا هيقسي قلب ابوهم عليهم؟ فكل اللي اقدر اقولهولك، استخيري ربنا مرة واتنين وتلاتة، واكيد اكيد اكيد ربنا هيلهمك الصواب. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ودي كانت حكايتنا النهاردة. مستنية رأيكم في التعليقات، واستنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة في حكاوينا مع تومة.